بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى أمس أعزائي المشاهدين التصويت لدستور الشيطان التونسي، وحاب أن أنا أوجه رسالة إلى أهل تونس. طبعا أنا تكلمت تقريبا من فترة عن هذا الدستور اللي يخرج الإسلام من الدستور. قبل كان الدستور التونسي ينص أن الإسلام هو دين تونس، الآن يقول لكم لا في إسلام ولا في أي دين، تونس دولة لا دينية. نعم إخواني الكرام، وأنا قلت قبل إن اللي راح يصوت على هالدستور وهو يعلم أن تم إخراج الإسلام ويرضى بإخراج الإسلام وإلغاء الإسلام من الدستور التونسي فهو كافر. أنا قلت في شبهة كفر، ولكني أنا تأكدت واتصلت ببعض العلماء الأفاضل اللي قالوا لي نعم يا عبد العزيز، من يصوت للدستور التونسي الجديد بنعم وهو يعلم أن تم إخراج وإلغاء الدين الإسلامي فهو كافر. نعم، أمس أعلنوا نتيجة التصويت للدستور التونسي الجديد، يقول لكم أن هناك تقريبا 2,600,000 صوتوا، 94% صوتوا بنعم والباقي صوتوا بلا. إخواني الكرام، أنا كنت أتمنى أن معظم الشعب يروح ويصوت بلا لهذا الدستور الخزي والعار. وفي مقولة سبحان الله كرروها كثير من العلمانيين والمطاقيع التوانسة، اللي هو تونس حرة حرة والإسلام برا برا. شوفوا معاي هذا الهتاف وراح أرجع أكمل. إخواني الكرام، صحافة. سمعتوا معي أعزائي المشاهدين؟ هذا الهتاف سواء كان قبل ولا كرر عدة مرات، كرر في تونس عدة مرات، تونس حرة حرة والإسلام برا برا. والله أنا ما عندي كلام في هذه الحلقة إلا أن أنا أوجه رسالة لكل من صوت بنعم لإلغاء الإسلام، ورسالة لكل من سكت. شوفوا، لمن صوت ولمن سكت أبشروا بالخزي والعار، ولمن عارض ولمن وقف ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله أدى ما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقول له الله سبحانه وتعالى يا رب ينجيكم وينصركم على هالخمة هذول. اللي يزعل خمة مرتزقة كفار من صوت بنعم لإلغاء الإسلام، كفار، ما عندي كلام ثاني، كفار. اللي مش عاجبه يشرب من البحر. طبعا لا حد يجيني، انا ادري اخوانجي اللي بيقول لي اخوانجي واللي بيقول لي انت من مؤيدين حزب النهضه، طز في حزب النهضه. انا رسالتي وهمي الاسلام. من يتطاول على الاسلام لا يجد عندي الا الجزمه. من يتطاول، انتم ما تطاولتوا على الاسلام، انتم الغيتوا الاسلام. لا اريد ان اطيل، والله هذا قسم من اخوكم، أبشروا بالخزي والعار. غير الخزي اللي انتم كنتوا فيه أيام برقيبة وبن علي. إيش فادتكم العلمانية؟ يا علمانيين يا أنجاس، ماذا فادتكم العلمانية؟ أيام برقيبة وين تونس كانت؟ وين تونس؟ للأسف مجموعة كبيرة عملاء وأحذية لفرنسا ولدول الغرب ولي. احنا نريد عملاء للإسلام، عملاء لتونس. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ما عندي كلام إلا أن أنا أقول لكم أبشروا بالخزي والعار والسقوط المستمر إلى الهاوية، وراح تذكرون كلامي ولو بعد حين، يمكن أنا أموت لكن راح تذكرون كلامي بعد سنة بعد سنتين، أن الله يمهل ولا يهمل. الإسلام برا برا، الإسلام برا برا. أنتم تفكرون شنو الفوز والنصر في إيش؟ فيما يعمله الغرب من زواج المثليين والدعارة والبوي فريند والجير فريند والفساد والخمر والعري. هذا هو اللي راح يجيب لكم. يا ريت انتم عندكم عري ودعارة وخرابيط وعندكم
اختراعات. انتم علمانيتكم علمانية الضلال والفساد والجهل والتخلف والانحطاط. برغيمة كان يحكم بشنو؟ برغيمة كان يحكم بالعلمانية. بن علي كان يحكم بشنو؟ يحكم بالعلمانية. وين تونس؟ ماذا احنا نبي انجازات تونس، مع حبي الشديد لتونس كوطن وحبي الشديد لاشراف تونس، وارجو ان ما حد يزعلني، لكن انا رسالتي هذه اوجهها لمطاقي العلمانية. ابشروا بالخزي والعار والسقوط 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 الى اسحق الساحقين في الخزي والعار. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. الاسلام برا ها، والله انا اقول لكم راح تشوفون برا هذه وين راح توصلكم، والله الى اسفل السافلين. راح تندمون اشد الندم على هذا الهتاف اللي فيه كفر. اي انسان يقول الاسلام برا هذا كافر، ما عندي كلام ثاني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل من الحرب الشرسة اللي قاعد تحدث على الإسلام وعلى المسلمين. وأنا أقول لكم كل من يحارب الإسلام والمسلمين والله قريبا ستكون في مزبلة التاريخ، وراح يعلو الإسلام غصبا عنك وعن وجهك النحس، سيعلو وينتصر الإسلام قريبا، وراح تتذكرون كلامي وأكررها مرة ثانية وثالثة وعاشرة. الإسلام برا والله راح يدخل لكم إيش؟ راح تدخل لكم المذلة والهوان وكل ما في سوادة الوجه. حسبي الله ونعم الوكيل.